حضرات النظار الكرام، هذا هو الملعب الأولمبي لمدينة الفارابي الفاضلة بجمهورية أفلاطون. وصلنا حاليا إلى مطلع القرن ال21 من عمر هذا اللقاء في شوطه الأول، وهو اللقاء الدوري النهائي من تصفيات كأس دار الدنيا، واللي يجمع بين فريق الفلاسفة وضيف واشبال رب القوافي وسمام العداء الأدبي. ونمر إلى التشكيلتين. بالنسبة لمنتخب الفلاسفة مثلوه سقراط في حراسة المرمى، في الدفاع أرسطو، إفلاطون، هرقليدس وهيجل، في الوسط سبينوزا، ميشيل فوكو، سيغموند فرويد والإمام الغزالي، وفي الهجوم الثنائي كارل ماركس وفريدريك نيتشه. الاحتياطيون إبيكتيت حارس مرمى ثاني، ثم كانت ديكارت، جيل دولوز، داروين، مارتن هايدغر، كارل إستبرس وموريس مارلو بونتي. بالنسبة للمنتخب الأدبي مثلوه في الدور النهائي امرؤ القيس حارس مرمى، في الدفاع المرقش الأكبر الأخطل الشنفرة ثم تابة شرا، في الوسط أبو العلاء المعري، أبو الطيب المتنبي، أحمد شوقي، محمود المسعدي، وفي الهجوم أبو القاسم الشابي وبدر شاكر السياب. الاحتياطيون جرير حارس مرمى ثاني، عنتر بن شداد، وضاح اليمين، قيس بن الملوح، معين بسيسو، ونزار قباني. طاقم التحكيم قلت من رابطة العلماء، ألبير إينشتاين حكم ساحة يساعدوه في رقابة الخط، كل من إسحاق نيوتن وبيتاغور. يراقب هذه المباراة كوبلير، ولومبير يحضر كحكم رابع. حوالي 10 مليارات متفرج تواكب هذا اللقاء من كل صوب وحدب، ومن العصور الهيلينستية إلى صباح القرن ال21. فريق الفلاسفة يلعب على يمين المتفرج شمال خط الاستواء من جهة المدارج المغطاة للهيمالايا والبيريني والألب، ويدربه طاليس بمساعدة إنكسمانس وإنكسماندر. أما فريق الأدباء فهو يلعب على يسار المتفرج من جهة المدارج المكشوفة للصحراء الكبرى والربع الخالي، ويدربه سيبويه بمساعدة كل من السكاكي وابن المعتز. والفكرة حاليا بحوزة فريق الفلاسفة عالية من المدافع أفلاطون إلى هرقليدس، وتم سبينوزا ياخذها بالراس ثم بالقدم يتابع فيه المتنبي. والفكرة في المطلق من هيجل، طويلة ومقطوعة بالصدر من الإمام الغزالي، وهذا مركز يعمل مراوغة يهرب من سلطة الدفاع. فرويد، وتصويب عن غير وعي من فرويد، تمر محاذية لمرمى الحارس امرؤ القيس، هذا الحارس العذري وهو من اللاعبين القدامى إلى جانب الأعشى وجرير وقيس مجنون الكرة، اللي يعتمدوا اللعب بالكامل والوافر والمتقارب كذلك، على عكس اللاعبين الشبان اللي يعتمدوا اللعب الحر كنزار قباني ومحمود درويش. وهناك أحمد شوقي يحذق الطريقتين معا كذلك. وهناك أيضا الكرات العالية من جانب كل من أفلاطون وهيجل وديكارت، إلى جانب الكرات الأرضية لدى كل من نينكيارك غارد ونيتشا وموريس مارلو بونتي. وهناك سبينوزا يحذق الأسلوبين في اللعب، وهذا ديكارت وبيرون يشكون كثيرا في قرارات الحكم، وعلامات الاندهاش والدهشة بادية على اللاعب هايدغر. وهناك إصابة عرض لها طه حسين على مستوى العينين، وهي نفس إصابة المعري تقريبا، ودخول مدلك الفريق ابن سينا وابن البيطار لإسعاف طه حسين خارج أرضية الملعب. وأمامنا متوسط الميدان والسد المنيع محمود المسعدي. وفي هذه اللونة بالضبط يعلن الحكم السيد ألبير إينشتاين على نهاية الشوط الأول، بعد أن رصد الهلال 46 قرن و600 سنة تقريبا، أي ما يزيد عن سنة ونصف في الوقت المبدد، ودخول اللاعبين إلى حجرة التفكير. نلتقي بحضراتكم بداية الشوط الثاني إن عشنا بحول الله.